وبعد ما قريت الحكايات اللي طلعت مش من زمن فات، لقيت في كل حكاية كنز. دوروا معايا على الكنز. آن الأوان إن نحكي الحكاية، وبصفتي الوريثة الوحيدة لجدي أتانور باشا شهبندر التجار. طول عمر جدتي بتحكي لنا إن إحنا عندنا ميراث كبير جدا من جدها أكبر تاجر في تركيا، بس محدش كان عارف الحكاية، نروح فين ولا نعمل إيه، لغاية ما قررت أبدأ رحلة البحث. سنين بتجري وأنا عمالة أدور، رحلة بحث طويلة ما بين السجل المدني ودار المحفوظات والشهر العقاري والقنصلية والخارجية والسفارة، وطبعا مش هنسى مجمع التحرير. وكنت بلف شايلة شنطتين، شنطة أصول الورق وشنطة فيها الصور. وبعد سنين كتير ومصاريف أكتر، أخيرا بقى معايا إعلام الوراثة، ومعايا قيد عائلي وشجرة العيلة. من شجرة العيلة، شجرة عيلتنا كانت أكبر من شجرة الكريسماس اللي في البيت الأبيض. وخلاص هانت، ناقص لي بس أصدق على الورق من الخارجية وسافر على تركيا بلد أجدادي علشان استلم الورث. وبعد مراسلات كتيرة مع تركيا عرفت سر خطير، عرفت إن جدي أتانور باشا شهبندر التجار كان رزقه واسع، كان بيعمل تجارة مع كل العالم، كان راجل خير جدا وتنازل عن جزء من ميراثه للفقراء والمساكين، ما أصل الخير كتير. وعرفت كمان إن هو سايب صندوق كبير للورثة الشرعيين، وبصفتي الوريثة الوحيدة أنا اللي هورث الصندوق. يا فرحتك يا نرمين. أكيد الصندوق فيه دهب، أو ممكن يكون سايب فيه جواهر لا تقدر بثمن، أو ممكن يكون فيه ألماس. ما هيسيب في الصندوق إيه يعني؟ وخلاص أنا هبقى من الأثرياء. يا دنيا خلاص هبقى من الأثرياء، الفلوس جاية خلاص هحقق كل أحلام. هشتري قصر في الجونة علشان أبقى جنب مستر ساويرس كده ونتناقش في فرص الاستثمار، وهشتري قصر تاني في راس الحكمة عشان أبقى مع عالية القوم، وهشتري طيارة وهحقق كل أحلامي وهلف العالم. ما أنا هبقى من الأثرياء. خلاص صدقت على الورق وهسافر على أول طيار، ومعايا شنطة الورق مسكاها بكل قوتي، دي اللي فيها الورق اللي هيثبت ملكيتي للصندوق. وصلت تركيا ولقيت الناس هناك مستنيني واستقبلوني أحسن استقبال، ما أنا أصلي حفيدة الأغنياء. وعايزة أشكر أهل تركيا على الاستقبال الجميل، ليهم مني كل الشكر. وتاني يوم جم وخدوني علشان أسلم الورق، علشان خلاص استلم الكنز. والله كان هاين عليا اجيب كل المصورين علشان يصوروني وانا بستلم الكنز، بس خفت اتحسد علشان بريق الذهب بيخطف العين. خلاص انا اللي هروح استلم الكنز لوحدي. سلمتهم الورق وقعدت انتظر. الدقايق كانت بتعدي عليا كانها سنين وانا مستنياه، واخيرا ادوني الورق اللي وقع عليه بصفتي الوريثة الوحيدة لأتانور باشا شهبندر التجار. مضيت على الورق وخلاص الكنز بقى بتاعي. وانا في طريقي لاستلام الكنز قلبي نبضاته كانت بتعزف اوركسترا، وكنت ماشيه بشموخ وثقه، ما انا اصلي حفيده الاثرياء. الحرس سلمني المفتاح ودخلوني خزنه كبيره موجود فيها الكنوز المقفوله. واول ما شفت الصندوق كان نفسي ازغرط من كتر فرحتي، ما خلاص الكنز بقى بتاعي. بس كان جوايا خوف، كنت خايفة للصندوق يتسرق مني، فطلبت من الحراس ان هم يوصلوا لي الصندوق لحد باب الطيارة. خوفي على الصندوق كان عمال يكتر كل دقيقة. وبعد شوية إجراءات ودفعت فلوس كتير علشان الصندوق يطلع معايا الطيارة. أصل الصندوق تقيل، بس مش مهم الفلوس، المهم الصندوق. لحد ما وصلت ومعايا الصندوق فكرت ان انا اطلع بيه على البنك المركزي، ما انا معايا كنز، ولا اروح مديرية الامن علشان يأمنوا لي الكنز. بس الصراحة انا ما كنتش قادرة استنى، انا عايزة افتح الصندوق، عايزة اشوف الكنز. روحت البيت وخلاص بقيت انا والصندوق لوحدنا. اول ما بصيت على الصندوق افتكرت جدي وترحمت عليه ونويت اعمل له صدقة جري. وخلاص هفتح الصندوق. وبعد ما فتحت الصندوق وقلبته من فوق لتحت لفوق ما لقيتش دهب ولا مجوهرات ولا الماس. كنت عايزة اكلم عربية الاسعاف تيجي تشيلني بسرعة. زي ما بقول لك كده الصندوق ما فيهوش حاجة. والله زي ما بقول لك كده الصندوق فيه شوية ورق، حكايات
حكايات من كل الدنيا. جدي سايب لي حكايات، لا في كنز ولا في فلوس ولا في دهب. وبعد ما قريت الحكايات اللي طلعت مش من زمن فات، بقول لكم استنوني في حكايات نرمين.